وبيبدأ فيلمنا مع بنت اسمها هيذر النهاردة فرح صاحبتها، لكنها بتبص على كل التجهيزات من بعيد وهي مش مبسوطة وكأنها مستنية حاجة معينة تحصل، وبتقعد على السرير سرحانة لحد ما بيدخل عليها أصحابها. وقتها بتفتكر اللي حصل قبل 8 شهور لما سافرت مع إيمي وكوني أصحابها في أجازة طويلة، وآخر بلد كانوا هيزوروها برشلونة، وكانوا مستعجلين لأن القطر هيفوتهم. وهيزر هي اللي بتخطط لكل حاجة في سفريتهم، وبتسأل صحابها هم عايزين يعملوا ايه بالظبط في السفرية دي، بس هم بيكونوا معتمدين عليها وبيقولوا لها تظبط الأماكن اللي شايفاها مناسبة. وبتلاحظ إيمي إن في ولد في القطر بيبص لها بإعجاب، وبتقول لأصحابها وبعد شوية بيشاور لها وبيعدي من جنبها، فبتروح وراه وبتقول لهم إنها لازم تتعرف عليه علشان تنسى الإكس اللي سابها. وفي الوقت ده بيجي واحد يطلع فوق المكان المخصص للشنط اللي فوقهم وبيحاول ينام فيه، فبيضحكوا عليه لان ده مش الطبيعي ومفيش حد بينام فوق دماغ حد كده. وكوني بتنام هي كمان لان لسه قدامهم 5 ساعات، وبتفضل هيدر صاحيه تخطط للرحله لوحدها، وبتبعت رساله لوالدها بتعرفه انها قربت ترجع من رحلتها الطويله. وبيقطعها الولد اللي نايم فوقهم وبيتكلم معاها لان هو كمان مش عارف ينام، وبيقول لها انه اول مره يشوف بنت بتحب التخطيط والقرايه زيها. وتاني يوم بيوصلوا برشلونه خلاص وهو بيحاول يتكلم معاها، وبيعرفها ان اسمه جاك، فبتقول له عاشت الاسامي يا جاك، مش ناوي تحل عن دماغي بقى. وبتقطعهم ايمي اللي جايه مبسوطه علشان الولد اللي اتعرفت عليه طلع اسمه فيكتور وعازمهم على نايت كلاب، فبتقول لها هيزر ان عندهم عشا حاجزينه من زمان، بس هي بتفضل تزن عليها لحد ما بتوافق يروحوا سوا. وبيودعوا جاك وبيمشوا خلاص وبيغيروا لبسهم وبيحطوا الشنط في الفندق وبينزلوا يتمشوا، وكل حاجة بتكون عجباهم. وبالليل بيروحوا النايت كلاب وهناك بيتفاجئوا بجاك بيسلم عليهم، ومش لوحده لأ، معاه رايف صاحبه كمان، وبيروح هو وكوني يجيبوا مشروبات ليهم كلهم. وإيمي بتروح تقابل فيكتور وبتفضل هيزر مع جاك لوحدها، وبياخدها وبيطلعوا بره لأن الصوت عالي لدرجة إنهم مش سامعين بعض. ولما بتسأله لو مقابلتهم هنا صدفة، فبيقولها بصراحة أنا جاي علشانك، أنا سمعت إيمي بتقول على المكان الصبح. وبيعرفها انه اصلا نيوزيلندي وبيحب السفر جدا وطول الوقت بيسافر وبيشوف الدنيا هتوديه لفين، فبتقوله انها عكسه تماما، ما تعرفش تعيش من غير ما تكون عارفة هي عملت ايه وبتعمل ايه وهتعمل ايه، والا تفضل متوترة ومش مبسوطة. وبتسأله هو بيشتغل ايه، فطبعا واحد زيه ومش ثابت في شغل، هو بيشتغل اي حاجة تقابله وهو مسافر. اما هي فبتقوله انها بتشتغل في بنك في نيويورك، فبيقول لها انه حاسس انها الزوجة المثالية ليه، وهي بتضحك على كلامه. وكوني ووايف بيرجعوا اخيرا، ولما بتسألهم عن ايمي بتعرف انها راحت حفلة في البيت مع فيكتور، وبتكون شايفة انها متهورة. فكوني بتقول لها ان هي كمان رايحة مع رايف فندق لانها بصراحة كده اعجبت بيه، وبكده هي اتدبست مع جاك رسمي. وبيفضلوا يتكلموا عن الكتب اللي قراها هما الاتنين، وهم ماشيين بيقابلوا برج في التلفريك، وبيقول لها جاك ان جده كان متصور فيه، وبياخدها علشان يركبوه، وبتكون مترددة بس هو بيطمنها وبيقول لها ما تخافش، وبيركبوا فعلا وبيكون المنظر جميل من فوق. وهناك جاك بيقول لها ان جده اسمه راسل، وكان جندي في الحرب وكاتب كل الاماكن اللي زارها وراسمها ومصور جزء منها، وهو بيحاول يزور نفس الاماكن دي. وهنا هي بتقول له ان اصحابها مش هيصدقوا انها عملت كده، وبتبدأ تعجب بيها كمان، وبيفضلوا مكانهم لحد شروق الشمس، وبيتفاجئوا انهم ناموا والتلفريك في النص والموظفين مستنيينهم. فبيقول لها جاك انه هيتصرف، وقبل ما الموظفين بيتخانقوا معاه بيتخانق هو معاهم، وبيقول لهم انهم فضلوا محبوسين طول الليل بسببهم، وبيتعامل كأنهم نسيوهم هنا، وبياخدها وبيمشوا قبل ما يتصلوا بالشرطة. وبيرجعوا الفندق سوا وبيكونوا متأخرين على القطر اللي هيرجعوا بيه، وإيمي بترجع متبهدلة وبتقول لهم ان فيكتور سرق شنطتها وجواها فلوسها وجواز السفر وحتى الجاكيت الجلد بتاعها. وصحيت لقيت نفسها نايمة في الشارع، بس بتقول لهم انا الحمد لله كويسة. فبتقول لها هيزر انها تقدر تطلع جواز سفر مستعجل والفلوس مش مشكلة، بس جاك بيطلع العرق المصري اللي جواه وبيقول لها تعرفي توصفي لي العنوان، وبياخدهم وبيروحوا يدوروا على البيت، ولانها كانت سكرانة فما بتكونش فاكرة مكان الحفل قوي، بس بتفضل تحاول لحد ما بتاخدهم للعنوان. وهناك بيقابلوا صاحب البيت وبيعرفهم عنوان فيكتور، ولما بتروح له بتقول له انها عايزة شنطتها، وهو ببرود بيقول لها ان مفيش حاجة معاه. فبيشاور جاك لإيمي علشان تتصل بالشرطة، فبيرجع فيكتور في كلامه وبيقول لهم استنوا نشوفها جوه يمكن جت معايا بالغلط، وبيحاول يقفل الباب بس جاك بيمنعه لأنه عارف إنه هيهرب وبيدخل بالعافية. فبيجري فيكتور وبينط من الشباك، ولما هما بيدوروا بيلاقوا الشنطة والتليفون وكل حاجة، وكمان $5000 معاهم. فبيقول لهم جاك يمدوا اجازتهم يوم كمان عشان يتبسطوا بالفلوس دي، وهي بتكون مترددة بس بتوافق في النهاية.
وبيوعدهم جاك انه هيخرجهم في اي مكان بيحلموا بيه، فبيأجروا عربية وبيقولوا لإيمي تتبسط لانها صحيح اتسرقت بس بسببها هيتبسطوا وقت اطول. وبياخدهم جاك لمكان على البحر جميل جدا، وبيأجروا مركب وبينزلوا البحر وبيغطسوا. وبتكون إيمي متأثرة باللي حصل لأن حبيبها انفصل عنها قبل السفر وكانت جاية معاهم علشان تنساه، وما توقعتش إن ده هيحصل لها وحد تاني هيخدعها في الرحلة. وبتقول لهم إنها مش هتسافر تاني يوم معاهم لأنها عايزة تتعافى من اللي حصل. فبتشجعها هيزر إنها تعمل اللي يريحها، وبيقول رايف لكوني إنه مش عايز يسيبها وهيسافر معاها لأنه حاسس إنها الإنسانة المناسبة ليه. وتاني يوم إيمي بتودعهم قبل ما يسافروا، وبيطلب جاك من هيزر تروح معاه مكان أخيرة قبل ما تسافر، وبياخدها المكان أثري لما بتشوفه وبتقوله إن والدتها كانت مهندسة معمارية. ولما بيسألها هي بتعمل ايه دلوقتي بتقوله إنها ما تعرفش لأنها سابتها وهي عندها 10 سنين فجأة وما تعرفش عنها حاجة. وبيشوف بنت بتتصور كتير، فبيقول إنها مش مهتمة بالمكان اللي موجودة فيه، هي مهتمة بالصور اللي هتتباهى بيها على السوشيال ميديا. بس هيزر بتختلف معاه وبتقوله هي متضايقة انها مش منافقة، هي بس بتسجل ذكرياتها تشاركها مع الناس اللي بتحبهم سواء صحابها او عيلتها. وبتفكروا ان هو نفسه بيلف اوروبا عشان يزور الاماكن اللي جده زارها ورسمها وصور نفسه فيها، وكده يبقى هو كمان منافق لانه مش افضل منهم وبتسيبه وبتمشي. فبيروح وراها وبيعتذر لها وبيقول لها ان دي اول مرة حد يواجهه بعيوبه، وما بيكونش عايزها تمشي زعلانة، فبيقول لها انه هيوصلها للمطار بنفسه. وبيقول لها في الطريق انه درس احصاء واقتصاد مع بعض وكان بيشتغل في وظيفة كويسة، لكن تعب فجأة ووقتها قرر انه يعيش علشان يتبسط علشان لما يموت ما يندمش على حياته. ولما بيوصلوا المطار ما بيكونش عايزها تسافر، وبيقول لها ان شغلها مش هيبدأ غير بعد اسبوعين، وبيفضل يقنعها لحد ما بتوافق انها تفضل. وايمي وكوني ما بيكونوش مصدقين ان هيزر تعمل كده لان دي مش شخصيتها، وبيقولوا لها تتبسط. بس لما بتكلم والدها بيكون قلقان وبيقول لها ان ده ما كانش اتفاقهم، وبيفكرها بشغلها الجديد. فبتقول له ما يقلقش، هي هترجع قبل الشغل ما يبدأ بس اجازتها هتكون اطول شوية. وعشان يطمن بتكذب عليه وبتقول له ان اصحابها لسه معاها. وبعدها بتقول لجاك انها حاسه بالذنب لانها كذبت عليه وعمرها ما فوتت طياره اصلا قبل كده. وبياخدها جاك لعيلة اتعرف عليها بسبب جده برضه، ولما بيعرفوا انها بتعزف بيخلوها تعزف لهم اغنية، وبيفضلوا اليوم ده عندهم وتاني يوم بيزوروا اماكن تانية وبيروحوا يحضروا مهرجان كبير، لكن جاك بيقع ودراعه بيتكسر. لكن برضه بيفضل مصر انه يكمل الرحلة ويزور باقي الاماكن الموجودة في المذكرة. وبتكون هيزر مبسوطة على الرغم من انها مش متعودة تمشي كده من غير خطط واضحة. ولما اصحابها بيكلموها بتقول لهم انها مبسوطة جدا، لكن مش عارفة بعد ال5 أيام الباقيين ما يخلصوا هيعملوا ايه. وبتتمنى ان جاك يسافر معاها نيويورك وعلاقتهم تستمر لانها بجد حبته ومش مرتبطة بيه فترة مؤقتة وخلاص. وهم بيكونوا فاهمينها وحاطين املهم انه يطلع زي رايف ويختار يسافر معاها لان كوني مبسوطة معاه، وقالت لهم انه طلع كويس واخد علاقتهم بجدية وكأنهم يعرفوا بعض من زمان. وبتكرر هيزر تسأله هو ناوي يعمل ايه، بس قبل ما تعمل كده بيجي لجاك اتصال من العيادة اللي عالج فيها دراعه، بيطلبوا منه يرجع المستشفى لأن الأشعة اللي عملها على دراعه فيها حاجة مش طبيعية. وهو ما بيقولش لهيزر حاجة بس بيعترف لها انه بيحبها وهي كمان بتعترف له انها بتحبه. وبتكلم والدها وبيفكرها انه قدامها اسبوع واحد على شغلها الجديد، فبتقوله انها عاملة حسابها وبتعرفه انها قابلت شخص ومعجبة بيه وهو كمان. فبيسألها هو مين وبيشتغل ايه ومرتبه كام وساكن فين وكل الأسئلة اللي أي أب بيسألها. فبتقوله إنه بقاله فترة مش بيشتغل في وظيفة معينة لأنه بيسافر كتير وحابب يزور كل الأماكن اللي جده زارها، ويمكن يألف كتاب عنها وهو مش بيعترض بس بيقولها إنه مشغول وبيقفل. وبيرجع لها جاك ولما بتسأله هو اتأخر عليها ليه بيقول لها إنه تاه في الطريق، بس هي بتلاحظ إنه متغير وبتسأله هو ناوي يعمل إيه، فبيقول لها إنه مبسوط هنا وهيفضل مكمل. بس هي بتقوله انها هتسافر وانه ما تكلمش معاه بخصوص مستقبلهم خالص، وده مش طبيعي لانه المفروض عارف انها هتسافر والمفروض يكون مقرر هيعمل ايه بعد كده. لكن هو كل مره بتتكلم فيها عن المستقبل حتى لو بعيد عن حياته الشخصيه بيقوله انه مش مهتم بيه وانه عايز يعيش مبسوط وبس. وبتقوله انها اسفه لو كذبت على والدها بخصوص الكتاب، وده لان والدها بيشتغل من وهو عنده 16 سنه ومش هتعرف تقوله انه ما بيشتغلش علشان قرر يعيش حياته زي جده. وبتقوله انه لازم يقرر علاقاتهم حقيقيه ولا اللي فات كان فتره مؤقته بالنسبه له، وبناء عليه عرفها هو هيعمل ايه. وبتقوله انه كده كده مش مخطط لحاجه ويقدر يسافر معاه من غير ما حاجه تمنعه لانه مش مرتبط باي حاجه في اوروبا. بس هو بيقول لها انها ما ينفعش تاخد قرارات بالنيابه عنه، والموضوع بيقلب خناقه وبيسيبها وبيمشي.
ولما بتسأله هو رايح فين بيقول لها انه محتاج يتمشى وبيسيبها لوحدها، وهي بتكون زعلانة وبترجع تجهز شنطتها وبتدور على تذكرة سفر لنيويورك. ولما هو بيرجع بيقول لها انه قرر يسافر معاها وكمان اشترى تذكرة طيران، فبتفرح جدا لانها كانت خايفة يرفض ويبعدوا عن بعض. وقبل ما يسافروا بيروحوا اخر رحلة في المذكرات وبيزرعوا شجرة زيتون زي ما جده عمل، وبيتصوروا مع بعض جنبها. وهم في المطار بيجيله رسالة من المستشفى والدكتور بيكلمه وبيطلب منه يروح له المستشفى في أسرع وقت لأن نتيجة فحوصاته مش كويسة. فبياخد هيزر يشربوا قهوة وبيقول لها إنه هيروح الحمام، ولما بتقول له يسيب شنطته بيقول لها إنه متعود ياخدها معاه في كل مكان، وبيقول لها إن دي أجمل رحلة في حياته كلها وعمره ما كان مبسوط كده. فبتقول له إنهم يقدروا يرجعوا تاني، وبتقول له يرجع بسرعة علشان الطيارة ما تفوتهمش، بس من جواها بتكون قلقانة وهو بيتأخر وبتبعت له رسالة عشان يرجع بسرعة لأن كل المسافرين ركبوا خلاص لكن ما بيردش عليها. فبتدور عليه حواليها وبتدخل الحمام تدور عليه وبتسأل واحد عنه لكنه ما بيكونش فاهمها، وبيشاور لها على حمام السيدات فبتعتذر وبتخرج. وبيبعت لها والدها رسالة بيسألها هي ركبت الطيارة ولا لأ، وهي ما بتردش وبتفضل تتصل بجاك لكن ما بيردش. فبتروح لموظفة تساعدها وبتعرفها انها مسافرة مع حد بس انفصلوا عن بعض ومش عارفة توصله، وبتطلب منها تتأكد هو ركب الطيارة ولا لأ، بس الموظفة بتقول لها ان الوقت اتأخر وانها لازم تركب الطيارة حالا. فبتضطر تركب وبتكون أول حاجة تعملها هو إنها بتدور عليه لكن للأسف ما بيكونش موجود. وفي الوقت ده هو بيبعت لها رسالة بيقول لها إنه آسف، وقبل ما تسأله إيه اللي حصل وليه كذب عليها أصلا بيعمل لها بلوك. فبتعيط لأن ده نفس اللي والدتها عملته معاه وهي صغيرة. وبعد فترة بتقابل صحابها ولما بيسألوها عنه بتعرفهم اللي حصل، وبتقول لهم إنها ما بقتش تعرف عنه أي حاجة من ساعة ما عمل لها بلوك، وبتحاول تبين إنه مش فارق معاها. بس إيمي بتكون شايفة إنه استغلها وبتفضل تشتم فيه، وكوني بتقول لها إن رايف هو كمان ما يعرفش عنه حاجة، بينما هي بتكون أمنيتها هو إنها بس تعرف ليه عمل كده وليه كذب عليها علشان تقدر تتخطاه. وبتفضل إيمي تهزر عشان تخرجها من حزنها، وهي بتهزر معاها لكن في الحقيقة جواها بيكون عكس اللي ظاهر تماما. وفي أجازة رأس السنة بتروح تزور والدها وجدتها وبتحاول تتبسط معاهم، لكن والدها بيلاحظ إنها متضايقة وبيسألها إيه اللي حصل لها. فبتتردد شوية وبتسأله هو عمل إيه لما والدتها انفصلت عنه فجأة، فبيقول لها إنه تأكد إن مش هو السبب ولا هي كمان السبب، وبيعترف إنه مش عارف يكرهها لأنها سابتهم ولا يحبها لأنها جابت له أجمل بنت في الدنيا. وبيقول لها ان هي كمان هتتخطى اللي حصل بعد فتره. فبتتهرب منه وبتروح تكلم صحابها، وكوني بتقول لها ان رايف هيطلب ايديها للجواز قريب ولو عمل كده هي هتوافق. وبالليل هيزر بتتكلم مع والدها وبتقول له انها مش عايزه تخيب امله فيها، لكن هي مش عايزه تكمل شغل في البنك. وهو مش بيتضايق، بالعكس بيشجعها تكون حره وتعمل اللي هي عايزاه، وبيتمنى انها تكون سعيده. وفي الوقت ده هي بتبعت رساله اخيره لجاك بتقول له انها حاولت تفهم هو اختفى ليه لكن ما وصلتش لحاجة، ودلوقتي هي هتركز في حياتها وبترتاح لأنها عملت كده حتى لو الرسالة مش هتوصل له. وبتبعت لها كون رسالة بتعرفها إن هي ورايف هيتجوزوا فعلا، ويوم الفرح بتكون هي موجودة والفرح بيكون معمول في برشلونة، والأجواء بتكون بسيطة وجميلة لحد ما بتسأل رايف عن جاك. فبيقول لها إنه بعت له هدية وبعت رسالة ليها وطلب منه يوصلها ليها لو سألت عنه، ولما بتفتحها بتلاقيه بيعتذر عن اللي عمله، وبيقول لها ان اليوم اللي سابها في المطار ما كانش قادر يواجهها، وبيعرفها انه كان مريض سرطان وعلشان كده استقال من الشغل وقرر يعيش حياته وما كانش ناوي يتخلى عنها. لكن المرض رجع له تاني وما كانش يقدر يخليها تشوفه وهو بيموت لانها تستحق تكون سعيدة، وبيطلب منها تنساه وتكمل حياتها. بس هي بتقرر تسافر له وبتتوقع مكانه من الرسالة، ولما بيشوفها ما بيكونش مصدق نفسه من الفرحة، لكن في نفس الوقت بيكون عايزها تمشي لأنه مش هيقدر يقدم لها المستقبل اللي بتحلم بيه. لكن هي بترفض وبتقوله إنها مش عايزة مستقبل وعايزة تعيش مبسوطة معاه وبس. ولحد هنا بينتهي الفيلم. سلام.